السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم واصل أنطوني، حياكم الله. وهذه أولى حلقات سلسلة الزاد، وأول زاد نبدأ به رحلتنا في طريق الله إن شاء الله، وهو زاد التقوى، لأنه لا طريق إلى الله بدون تقوى، ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. يقول الله عز وجل: اسمع الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. سبحانك يا جلال، فكيف جعل الله التقوى زادا؟ وما معنى التقوى أصلا؟ التقوى يا أحبتي هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حجاب، درع، أن تخاف الله في كل ما تفعل، وأن تراقب في كل أحوالك، هي أن تستحضر نظر الله إليك. ربي الله سبحانه وتعالى كيراقبك كيشوفك، ولا تسقط في المعصية، ولا تتساهل في الطاعة، ولا تغفل في الطريق. الأمر ماشي بالسهل. يقال: اتق الله حيثما كنت، في أي بلاصة كنتي، في كليتك، في المسجد، في السوق، مع أهلك، مع نفسك، مع الضعفاء، مع المال، في الكلام ديالك، مع النظر. قد سأل رجل الصحابي أبا الدراء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدراء، أوصني. فقال له: اذكر الله في الضراء يذكرك في السراء، وإذا ذكرت الموت ارضى بالقليل، وإذا اشتهيت الدنيا فانظر إلى ما يخرج منها. وقال الإمام رضي الله عنه علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هل أنت مستعد ليوم الرحيل؟ فهل نحن نخاف الله حقا؟ هل نستعد للرحيل بالعمل والطاعة والتوبة؟ يا أيها المتقي ليس كمن لا يهتم. المتقي له نظرة خاصة في الحياة، يسأل نفسه في كل أمر: هل هذا الأمر يرضي الله؟ كان يرضي الله فعله، وإذا لم يكن يرضي الله تركه. وخا تبغيه النفس ديالو. إخواني الكرام، التقوى تربي القلب وتنقيه وترفعك عند الله، ولهذا قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوان، كثروا معي في هذه المرحلة، نربي فيها أنفسنا، نزكي فيها قلوبنا، ونتزود للآخرة. خير الزاد التقوى. لا تنسى الاشتراك معي في القناة، وكن معنا في هذه الرحلة، فالطريق بعيد ونحن نحتاج كثيرا من الزاد. والزاد الأول إن شاء الله هو زاد التقوى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.